عيد الشباب أقر أول مرة في 9 من يوليوز عام 1956 بعد شهور قليلة من استقلال المغرب على يد الملك الحسن الثاني، وكان الهدف منه هو تكريم الشباب المغربي ودورهم في مقاومة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة. في البداية لم يكن مرتبطا بعيد ميلاد الملك، بل كان مجرد مناسبة وطنية للشباب. فيما بعد قرر الحسن الثاني أن يربط هذا العيد بعيد ميلاده الذي يصادف 9 من يوليوز 1929، فصار يحتفل به يوم 9 من يوليوز كل سنة. مع اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999 تغير التاريخ، فأصبح عيد الشباب يحتفل به يوم 21 من غشت الذي يوافق عيد ميلاد الملك محمد السادس 21 من غشت 1923. الخلاصة: 1956 إلى 1999 عيد الشباب كان يوم 9 من يوليوز، عيد ميلاد الحسن الثاني. منذ 1999 إلى اليوم عيد الشباب يوم 21 من غشت، عيد ميلاد محمد السادس.